ها وبتقول له ان مشربه لسه في ايده زي ما هو، فبيقول لها ان كل واحد له طرقه في التشجيع وبياخد منها مشربه وبيديه حسابه. فبتفهم رورا انه بيشجعها هو كمان بس باسلوبه، وبتشكر على تعاونه معاها. ولما بتطلع رورا من المدرجات بنكتشف انها مش جريئه في التعامل ولا حاجه، وان هي فعلا بنت كيوت وبتتكسف في التعامل مع الناس، بس كانت بتتعامل بجرأة علشان تقدر تخلص شغلها. وبتطير من الفرحة طبعا علشان ده أول يوم شغل ليها عاد على خير. وفي نفس الوقت بيبقى موروها بيفكر فيها وبيقول يا ريتني كان عندي ربع ثقتها في نفسي. وبتعدي الأيام وبيرجع مرة من تاني للملعب علشان يتفرج على الماتش الجديد، بس المرة دي بيبقى عامل حسابه في وجبة من الأكل بتاعه المفضل. فبتظهر رورا فجأة وبتقول له عب عليك والله ازاي تيجي تاكل كده من غير ما تنفعني، وبتصب له المشروب وبتقول له خد عشان تبلع. فبيندهش موروها من جرأتها وبيقول لها ان اسلوبها اتحسن كتير في التعامل مع الزباين. وبيجرب المشروب المرة دي فبيلاقي ان طعمه احسن بكتير من اخر مرة، وبيبقى فاكر ان سبب اللي حصل ده انه شرب المشروب مع الاكل. بس بتفرح ان هو اخد باله، وبتقول له انها فعلا اول مرة حد يلاحظ التغيير ده لانها اتعلمت طريقة صب بيها المشروب جديدة. فبيندهش موروها ان طريقة الصب بتفرق اساسا، وبيبقى عاوز يقول لها ان فكرة ان الحاجة اتغيرت دي بسبب الاكل، بس بيسيب البنت تفرح وبيبقى فاكر انها تقعد معاه زي المرة اللي فاتت. بس بيتفاجئ انها بتكمل شغلها عادي، وبيقول لنفسه انه غبي علشان ما فكر. الناس كلها زيه بتكسل وبيتفرج على الماتش بكل حماس. بعد كده بيشرب المشروب كله على طول وبيكون عاوز يشتري تاني، فبيدور على رولو بس للأسف مش بيلاقيه في أي مكان. وبيقرر يشتري من بقاعة تانية ولسه هيندى على واحدة تانية. فبتطلع له رولو زي فلو علاز وبتقول له يا خان يا غدارة أنا بعدت عنك شوية، هتروح تشتري من واحدة تانية. فبيعتذر لها على طول وبتقول له ما تكررش ده تاني، انت زبوني الدائم. وبيقول في نفسه انه زبون دايم وقلانيلا، هو بس جبان شوية وما يقدرش يرد عليها غير بحاضر وبس. وبيكمل فرجة على الماتش بعدها واللي بيكون مولع من الحماس. وفي اليوم التاني بتروح رورو الصبح بدري الشغل وبتسلم على عمها أمن المكان وبتستعد للشغل على طول وبتدخل المدرجات. بس في اللحظة دي بتقفها طفرة صغيرة واللي بتقول لها إن اسمها ميكو وعمرها 4 سنين، واللي بتكون تايهة عن أبوها وأمها وبتفضل تعيط طول الوقت. فبتشيلها رولو وبتحاول تهديها وبتاخدها بسرعة على أمن المكان. فبيفهم العم ايجا انها بنت تايهة وبيبلغ دارة المكان علشان يزوقها عليها. وبيحاول الراجل الامني يعديها وفعلا بيديها ملبس علشان تهدأ، واول ما بتاخدها بتبتسم وبتهدأ خالص. وفي الوقت ده بيجي اهل ميكو واللي بيبقوا قلقانين عليها جدا وبيشكروا رجال الامن على الاعتناء بيها. وبيفتكر راجل الامن الشاب ده لما تاه وهو صغير في الملعب زي الطفلة دي، وساعتها العم ايجا هو اللي لقاه برضه وطمنه بالحلوة دي. وبيعدي الوقت بعد كده وبيرجع الكل للشغل بتاعه بسعادة من تاني. وبينقل بين المشهد بعد كده ليوكو واللي بتبقى مذيعة تلفزيونية وبتبقى راكبة المترو الصبح بدري علشان تروح شغلها، بس بتبقى متعصبة جدا من أكوب المترو لأن بيبقى مليان بالمشجعين اللي بيروحوا الملعب البسبول. وبنشوف رورو معاها في نفس المترو وبتقرا الجورنان على الأخبار الرياضية، بس بنلاقي حاجة غريبة وإنك رايحة ملعب البسبول مع إنها بتكره وبتكره المشجعين اللي فيه، وده طبعا لأنها من معجبين اللاعب كوتشيرو. وبتقعد بين المدرجات وبتطلب طبعا المشروب من رورو واللي بيعدي من جنبها، فبتدي لها رورو المشروب وقتها